كلمتين في ودن ناصر ماهر. الاستمرارية أهم من الموهبة، الاجتهاد أهم من الموهبة. أحسن لاعب في مصر ناصر ماهر، أحسن رقم 10 في مصر، أحسن صانع ألعاب في مصر، أحسن لاعب 8 في مصر لما بتبقى مركز. تالت ماتش على التوالي ناصر ماهر بياخد مان اوف ذا ماتش. ناصر ماهر من ساعة ما حصل اللي حصل آخر مرة مع جمهور نادي الزمالك وناصر ماهر ماشي على الصراط المستقيم، ومن ساعتها وهو أحسن لاعب في نادي الزمالك، عنده ثبات في المستوى. حرفيا بروفايل ناصر ماهر مش موجود في الدوري المصري. لو فضلت على المستوى ده كده حسام حسن لازم يضمك للمنتخب وتلعب بطولة افريقيا وتلعب كاس العالم وتبقى عملت تاريخ لنفسك كبير وعملت انجازات. وانت يا ناصر يا ماهر حرام تضيع موهبتك. وخلي بالك الموهبه لوحدها لا تكفي، وعندنا امثله كتير مش هذكر اسامي الناس عارفه، فالناس تقول لنا في الكومنتات الامثله اللي الموهبه بتاعتها كانت اعظم يعني لعيبه في مصر، وبسبب عدم الاستمراريه وعدم الالتزام والدلع ما بقاش ليها وجود وما بقاش ليها اسم وما عملتش انجازات وما عملتش تاريخ. يا ناصر يا ماهر انت احسن لاعب حرفيا في مصر النهارده. انت الوحيد اللي كنت قادر تنقل هجوم نادي الزمالك لقدام، كنت اللعيب الوحيد اللي بتقدر تستلم وبتعدي وتجيب فاولات، كنت اللعيب الوحيد تقدر تستلم تحت ضغط وتعمل دوران بالاستلام وتلعب الفرقه لقدام. حرفيا ناصر ماهر النهارده كالشق الهجومي بتاع نادي الزمالك. لو ناصر ماهر مش موجود كان الزمالك هيبقى دفاعي بحت، بس غير كده ناصر ماهر ما شاء الله عليك يا ابني، استمر يا ابني، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يديك يعمل لي فولو.